السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. يا صباح الخير، يا صباح الهنا، صباح الرضا، صباح السعادة، أو مساء الخير، مساء الرضا، مساء السعادة. تمام، معانا النهاردة فيديو جميل جدا عن القرص أو البكاكين أو الكماج، أي مسمى لأي محافظة. عندنا هنا احنا بنقول بكاكين أو قرص. معانا القرص بقى الهشة الطرية جدا دي الجميلة دي اللي تقدري تعمليها لولادك في الفطار الصبح، او في الامتحانات. ممكن بقى تحشيها جبنة، تحشيها لانشون، تحشيها اي حاجة عندك يعني. تمام. معانا كده المقادير، طبعا المقادير كده، ولو حابة تضعفيها او حابة تقللي منها فبراحتك. احنا معانا 3 كيلو دقيق، هتجيبهم كده تنخلوهم في المنخل. انا بحب اجيب الدقيق انخله، يعني امي تقولي لما تجيبي الدقيق لازم تنخليه لاي شيء، حتى لو هتعملي كيكه انخليه. ممكن وانت بتجيبيه، انا بجيب الدقيق السايب دوت جميع الاستخدامات، يكون مثلا في حاجه كده ولا كده، فالمنخل هيخرجها وهيخليلك الدقيق بتاعك حلو. في نفس الوقت تشهدي عليه كده، وتبقى الحاجه بتاعتك انت ضامنه نظافتها. تمام. هنخل الدقيق كله زي ما انتوا شايفين كده في المنخل، زي ما امي بتقول لازم تنخلي الدقيق وتشهدي عليه. تمام. هننخل الدقيق كده كله. دول كام كيلو؟ دول 3 كيلو زي ما قلت لكم. وتعالوا بقى نشوف المقادير بتاعتنا هتكون ايه. بعد ما نخلت الدقيق كده حطيت ايه بقى؟ خليكم معايا واحده واحده. ده باكو كيك شيف. ده بيبقى زي محسن للعجين، حاجه يعني ايه بتخلي العجينه بتاعتك كويسه. بتحطي بقى على كل كيلو معلقه من الخميره الفوريه، او مثلا لو عندك خميره من اللي هي التانية البيتي دي، التانية البيرة، الخميره البيرة، بتحطي برضو ايه معلقه على كل كيلو. وحطيت كمان 3 معالق من السكر. يبقى انا حطيت 3 معالق من الخميره، 3 معالق من السكر، ومعلقه صغيره من الملح. تمام. دي المقادير بتاعتي. وكمان هحط كمان ايه سمسم، واحط شمر وينسون. حابه تحط شمر وينسون براحتك، مش حابه خلاص. انا حاطه ايه معلقه كبيره شمر وينسون، وحاطه 3 معالق من الايه من السمسم المتحمص. كل كيلو عليه معلقه. حابه تزودي ماشي، مش حابه اصلا تحطي الحاجات دي براحتك، بس لازم طبعا تحطي الملح والسكر والخميره. تمام. والملح والسكر والخميره. معانا بقى الماده الدهنيه بتاعتنا ايه، يعني كل كيلو بياخد نص كيلو زيت او سمنه. انا معايا 3 كيلو دول حطيت كوبايه الا ربع من الزيت، وكوبايه الا ربع من السمنه. وطبعا سخنتهم، يعني ايه ما دفتهم ما غليتهمش، عشان السمنه انتوا عارفين الجو برد بتجمد. فانا حطيت كوبايه ونص من السمنه على الايه على الدقيق. كيلو كوبايه ونص من السمنه والزيت. كان عندي بقى ازازه لبن جايبينها، تعرفين لبن غالي. ازازه لبن بقى كده جبتها، والمهم طلعت ايه رايبه. عملت بيها ال2 كيلو دول، يعني دوت 2 كيلو من الايه من اللبن الرايب. حابه تعمليه بلبن حليب مفيش مشكله، حابه تعملي بالزبادي مفيش مشكله. طبعا انا حطيت ال2 كيلو، وزودت كمان كوبايه من الميه، علشان ايه انا عايزه العجينه بتاعتي تكون طريه، مش طريه جدا ولا ناشفه. والجو كمان بردك، يعني انتي اضطري العجينه شويه عشان البرد بيشد العجينه. اعجني بقى ولدتي فيها زي ما انت عايزه. معاكي عيل مزعلك، اعتبري نفسك انت بتخبطي وبتضربي فيه. اي حاجه مضايقاكي طلعيها في العجين. تمام. هتعجني العجينه بتاعتك، كل ما تعجنيها اكتر تديكي نتيجه احلى في القرص. عجنتها كده وهبتها ورزعتها كأن انا برزع حد مزعلني. تمام. زي ما انتوا شايفين، وغطيتها وسبتها ايه تخمر. تمام. بعد ما سبتها تحطها في مكان دافي كده تخمر. خلاص خمرت ما شاء الله عليها وجميلة وحلوة. هنبتدي بقى نقرص. التقريصة دي حسب ما انت عايزة. حابة القرصة بتاعتك تكون صغيرة ماشي، حباها كبيرة شوية مفيش مشكلة. هتقرصيها كده كل العجينة بتاعتك، وتسيبيها ايه ترتفع برضو شوية كده، تهدى تريح، علشان وانت بتفردها تتفرد معاكي على طول، ما تكونش شادة ومطة معاكي. التقريصة بتاعتك حسب ما انت حابة. انا عاملاها يعني متوسطة، لا كبيرة ولا صغيرة.
والله هتعملي القرص بالطريقة دي هتعجبك جدا. في تركاية حلوة جدا واحنا بنفرد القرص عايزاكي تعمليها، لو عملتيها هتطلع معاكي القرص بتاعتك منفوخة وجميلة. ايه هي التركاية دي؟ انت طبعا بتفردي القرصة بتاعتك، انت فردتها اهو، هتشيلي لما تيجي تحطها في الصينية حطها على ظهرها، يعني انت حطيها ما تحطهاش كده، يعني ما قصدي تحطها على وشها، يعني مكان ما بططت كده اقلبيها، يعني مكان صوابعك كده حطي القرصة، فهماني؟ اقلبيها زي ما انا قلبها كده، وحتة قماشة كده وافردي عليها زي ما انت عايزة. ممكن تعملي كذا طبقة، يعني مش ضروري انك تلمي صواني البيت كلها، كذا طبقة كده، يعني حتة قماشة فوق حتة قماشة، وتعملي ورا بعض كده، يعني انت فردت اهوت وتحطي قماشة وتفردي. شايفينها في الفرن ما شاء الله، الله اكبر عليها. طبعا سبتها برضو بعد ما فردتها على القماشة، سبتها ترتفع علشان انا يعني ما بططتها هبطت الخمر بتاعها. هتطلعها من الفرن، عندك بخاخ ميه بخيه هتديكي لمعه القرصه، ما عندكيش بالفرشه زي ما انا عامله كده واعملي. ما شاء الله عليها منفوخه وجميله، وتحشيها بقى زي ما انت عايزه تحشيها، عايزه تاكليها كده مع الشاي كليها ما شاء الله. ما تنسوش اللايك وانت معديه كده، والصلاه على المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم، وما تنسنيش كده بدعوة حلوة. واللي مشتركش عندنا في القناة يدخل يشترك، تمام، ويجرب كده ويدخل مع الأسرة بتاعتنا كده ويجرب كده ويشوف القناة بتاعت حنان ودنيا دي هتعجبه ولا لا، وإن شاء الله تعجبكم بإذن الله. شايفين القرص وجمالها؟ أنا فرحانة جدا لجمال القرص دي، واللون ده على فكرة مش لونها الحقيقي، ده لونها أحلى من كده بكتير، بس أنا عندي التليفون بتاعي بعافية شوية.